السلام عليك سيدي العزيز المحترم. سيد العزيز، أنا أتحدث إليك من العراق. سيد العزيز، عليك السلام ورحمة الله. السابقة كنت تتحدث وتنتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بلي. سيد العزيز، هذا الكلام قد تأثر كثيرون من الناس وأخذوا على قناتكم الكريمة مآخذ. بلي. أرجو منك سيد العزيز أن لا تنتقد إيران كثيرا، بلي. لأنه في لولا إيران لذهب العراق، بلي. لكان بغداد قد سقط بيد داعش المجرمين، ولو وصلوا إلى كربلاء المقدسة، بلي. ولو وصلوا إلى نجف الأشرف. بلي. فلولا إيران لذهب العراق بشيعته، وكنا نقول اليوم السلام على الشيعة. فنرجوك ونتوسل إليك أنه تتفهم موقف إيران. إيران يحيط بها الأعداء من كل الجهات، من الشرق أفغانستان وباكستان، ومن الجنوب الغربي دول الخليج العبرية، لا أقول العربية. وإيران محاط بالمجرمين، وكذلك الشيعة. فلولا إيران ومساعدة إيران لسقط النجف الأشرف ولسقطت كربلاء. ونرجوك سيد العزيز أنه تتفهم الموقف الإيراني وولاية الفقيه. صحيح ما تفضلت فيه، صحيح أنه ولاية الفقيه لا يليق بأشخاص كالإمام المعصوم. صحيح أن الإمام الخميني قابل للنقد، والأئمة المراجع قابلون للنقد، ولكن في هذه الأيام ليس وقتها. إننا نواجه هجمة شرسة من الدواعش والوهابية والقاعدة. فأرجو يا سيد العزيز أنه تتفهم موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والله نحن مدينون لهذه الجمهورية الكريمة. لولا إيران ومساعدتها لكنا اليوم عبيد للدواعش وعبيد للخوارج العصر. والسلام عليك سيد العزيز. طبعا وأنا أتحدث إليك من ولولانك لذهب عنا كثير من العلوم. وشكرا جزيلا سيد العزيز. أشكرك، بارك الله فيك. الله يحفظك. ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي العزيز، أنه أنا ليس أبدا قصدي وهدفي أن أتحبب بين الناس وأن أجمع الناس حولي وإن أقول لهم أباطيل. ليس هذا مقصودي، وأنه ليس مقصودي إلا أن أدعو الناس إلى آل محمد عليهم السلام وإلى الحق. وإني بيني وبين الله إني أرى الحكومة الإيرانية أشد عداوة للشيعة من أي حزب أخرى ومن أي جهة أخرى، وإنهم أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ظهروا في لباس الشيعة. وإنك تقول إن الحكومة الإيرانية يقاوم ويجاهد ضد الوهابية، هذا كذب. الحكومة الإيرانية يده مع الوهابية في كثير، ونحن نعلم ذلك علما يقينيا 100%. إنهم مع الوهابية، يتعاونون مع الوهابية. إن الحكومة الإيرانية يريد الداعش، لأنه لو لم يكن الداعش الحكومة الكردستانية والحكومة العراقية لا يحتاجون إلى إيران. الحكومة الإيرانية يريد الداعش، وإن يدهم في الخلف مع الداعش، وأن هذا القتال الظاهري هذا ليس إلا خدعة. وهذا الأمر مكشوف لنا لأننا نعرفهم منذ سنين طويلة. إنهم دائما يدعون الوهابية ويمولونهم أموال طائلة. أحزاب إرهابية عندهم مكاتب في طهران من الوهابيين، من الطالبان وغيرهم والقاعدة وغيرهم. هذا خدعة هم يلعبون. وإني بيني وبين الله شاهد إني أرى إن الحكومة الإيرانية أشد عداوة للشيعة من أبي بكر البغدادي ومن الداعش. إنهم ظهروا في لباس الشيعة وهم أعداء الشيعة. وإني أشهد إنهم عاد الحجة ابن الحسن المهدي عليه الصلاة والسلام. الحكومة الإيرانية من قيادتهم وعلمائهم عادوا. أنا أقول هذا بالمسؤولية وأشهد الله أمامي إنهم أعداء الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما كان عمر بن الخطاب عدو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فأخي العزيز، سواء أنتم أعجبكم هذا أو سواء هذا أساءكم ذلك، لا أقول ذلك للدنيا،
ولا أقول، أنا أعرف أن كثير من الناس لا يعرفون ذلك وإنهم لا يفهمون هذا ولا يقبلون هذا، ولكن إنني أعلم ذلك، أعلم ذلك، وعلما يقينيا، علما يقينيا أعلم ذلك. كيف؟ أنا قلت لكم كل من ادعى منصب الإمام عليه السلام، وأريتكم الأحاديث الصحيحة، ماذا لكم؟ هل أنتم تقبلون قول آل محمد عليه السلام أم عندكم دين أخرى، مذهب آخر؟ كل من ادعى منصب الإمام عليه السلام وليس إمام من الله فهو كافر بالله. وهذا ولاية الفقيه معناه هذا، ولاية الفقيه معناه هو هذا، أن له منصب الإمام عليه السلام، منصب الإمام عليه السلام هذا منصوص من الأئمة بالأحاديث.